صراحة نعم. متعرضة للاندثار وللإهمال. أرضيات الملعب التارتان، وناشدوا أنه منو اللي يديم هاي الملاعب كابتن. هسه اول شيء انا اجي على الشرط الاول ما سؤالك، نعم اللي هو على المشاريع على الملاعب يعني، نعم بعدين نحكي على الادامه. نعم ترى احنا اكبر خطا، انا برايي ما اعرف بعد، اكبر خطا انا انطي الوزاره الملاعب، يعني بناء ملاعب. الوزاره هذا مو اختصاصها، مو شغل وزاره الشباب بناء ملاعب. وزاره الشباب مهتمه، اكو انشطه ثقافيه رياضيه، مراكز شباب، منتديات شباب، قبه فلكيه، هذا اختصاص وزاره الشباب. لكن للاسف اقول المحاصصات اللي اجت انطوا كل وزاره هي تبني مثلا مشاريعها. وزاره الشباب يعني حتى اكو الاراضي مال الملاعب ما كانت مالتها، بعدين هي اخذتها يا الله قامت تسوي مشاريع. وزاره الشباب خلوها ملتهيه في شغلها المفروض، بحيث احنا ما كانت عندنا دائره هندسيه في وزاره الشباب. يعني انا سابقا اشتغلت ويا نعم الوزاره بوقت الله يذكره بالخير كريم الملا، لا ما كان ماكو بناء ملاعب. البناء الملاعب اما وزاره الاسكان او المجلس الاعلى للرياضه والشباب، هذول اللي مسؤولين. او الانديه الغنيه مثل نادي الشرطه يبني ملعب، نادي القوه الجويه، نادي زاخ، سوت نادي زاخو، وسوت ايضا نادي دهوك. نعم نادي دهوك ايضا كان من النادي، نادي زاخو من النادي. فلذلك المفروض ما عليها الوزاره، بحيث الوزاره من صارت جابوا مهندسين من وزاره الصناعه. طيب انت وزاره الصناعه مهندس يجيك من وزاره الصناعه اختصاصه ميكانيك الكترون، يعني مع احتراماتي ليش تدخله بشيء مو اختصاصه؟ بحيث دخلتوه من 2008 عندنا ملاعب هاي، عندك بابل، عندك الديوانيه، عندك ملعب ذي قار، عندك ملعب الرصافه، ملعب التاجيات، ملعب عمو بابا، ملعب تكريت، ملعب كركوك، ملعب دياله. هذا يا اخي من 2008 لحد الان. قل لي بس اريد اعرف نعم وزاره الشباب ايش سوت مع هاي الشركات اللي دا تنفذ. زين انت 17 سنه ما مخلص ملعب، مو شو نعم تسوي للشركه؟ يا معاناه. انت استاذ نجاح مع احتراماتي لكم، انتم ما تعرفون، احنا اللي نعرفه لا هو بالداخل. أنتم أكيد طيب أهل اختصاص. شلون اختاريتوا هاي الشركات اللي دا تبني؟ هسه بابل دا تحكي لي على بابل، هاي بابل تبع الساعه عن بغداد وفي قلب الفرات.